السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نطلع على النبي على افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا له لايك حلو كده زيكم بامر الله. انا الفيديو ده هقول لكم كل تفصيلة في الغسالة دي والغسالة التانية الاوتوماتيك وفوق اوتوماتيك. هقول لكم كل حاجة عشان تبقوا عارفين كده. بصراحة مش هضحك عليكم في النظافة يا بنات، بصراحة الغسالة دي هي اللي احسن طبعا. دي بصوا الحرارة بتاعتها 50 60 90. طبعا دي بقى لما الغسيل بيبقى زبالة خالص كده زي ما انتوا شايفين. هنا الدوم للأطفال لوحدها، حاجة تقيلة دورة مثلا صغيرة للبناطيل الجينز، الحاجات دي كلها. هنا مثلا العصري ملي المية، هنا كل حاجة لوحدها هنا يا بنات. دي الميزة حلوة فعلا فيها، جميلة جدا. بس لو انت يا بنات مش امكانياتك تجيبي كل حاجة فيها بتستخدميها غالية بالنسبة للأسعار اللي احنا فيه، يعني الاريال غالي، الكلور الألوان غالي، الحاجات دي كلها غالية. دي بس العيوب اللي فيها. لو انت مش امكانياتك تجيبي حاجة غالية، هي دي العيوب. يعني الاريال بيعدي 200 جنيه، ازازة الكلور الألوان ب30 جنيه كذلك يعني. تمام. الغسالة التانية هقول لكم ايه المميزات اللي فيها برضو عشان ابقى صراحة معاكم. في التنظيف طبعا في الابيض والحاجات دي، طبعا الغسالة دي روعة روعة جدا في التنظيف الابيض. تمام يا بنات. اما الغسالة دي في الالوان جميلة جدا، في الغوامق كده في الحاجات دي كلها. انا بغسل فيها دلوقتي حاطه فيها غوامق يا بنات، بجد هي حلوة مش وحشة. احلى ما فيها دي يا بنات في الغوامق جميلة جدا. هقول لكم مميزاتها ايه وعيوبها ايه. اول حاجة بصراحة يعني حتى لو حطيت لها مية سخنة ما فيهاش غلية، يعني فاهمين؟ عادي هتعملوا وسط سخن وكل حاجة بس ما فيهاش غلية. يعني الغسالة التانية فيها غلية، لكن دي مية سخنة عادي بس كده، فاهمين؟ دي يعني لو زي ما انتوا شايفين كده. انا قلت لكم ايه العيوب اللي في الغساله التانية، ان كل امكانياتها بتبقى غاليه، اريال كرور الوان دولي كل حاجه غاليه. دي مميزاتها الحلوه. اي اريال بتحطيه، لو كيس اريال ب10 جنيه، لو كرور سايب، لو كرور كيس براحتك، يعني على حسب امكانياتك. انا قلتلك دي وقلتلك دي. لو حابه تجيبي دي جيبي الكبيره خالص، يعني اللي 12 كيلو كده يعني وانت طالعه. لو انت حابه تحطي بطانيه الكلام دوت تمام. انا بالنسبه لي جايباها 8 كيلو. ليه؟ لان انا عندي غساله تانية يعني، وعشان المكان كمان انا حطاهم جنب بعض، فانا عندي غساله تانية فكده يعني. هي كده مكانها كويس ومريحه جدا اهو، بتغسل كمان قدام منكم. لكن هي جميلة جدا. ودي كمان دورة نقع يا بنات، يعني بتنقع الغسيل وبتطرد المية الوسخة دي وبعدين تحط مية تاني ومسحوق تاني. فهي جميلة جدا بأمانة يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، حتى لو بمعلومة ما تنسونوش في اللايك.